إنها رسالة صقلية قديمة تعني أن لوكا براتسي نائم مع الأسماك الآن. What the hell is this? It's a Sicilian message. It means Luca Brasi sleeps with the fishes. دي كانت الطريقة اللي عرف بيها عائلة العراب موت فرد مهم منهم عن طريق سمكة ميتة. ومش بس فيلم جاد فاذر اللي كانت فيه السمكة إشارة للموت، ولكن أفلام تانية كتير. طب يا ترى ايه الحكاية؟ تعال نعرف مع بعض. أهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد، والنهاردة هنتكلم عن المافيا بين السينما والحقيقة. خلينا كده نبدأ قصتنا من الأول خالص. في منتصف القرن ال18 كده، وبعد سقوط بونابرت والاحتلال الفرنسي من إيطاليا، بدأت إيطاليا تحاول تبني نفسها من جديد، وبدأت حكومة إيطاليا الناشئة الجديدة إنها تحاول تنظف البلد من المنظمات الإجرامية واللصوص والعصابات والفوضى اللي كانت انتشرت في فترة الاحتلال. ولكن بما انها حكومة ناشئة اساسا، ده كان شيء صعب عليها، خصوصا انها بتحارب كيانات متوغلة في ايطاليا وبتفرض سيطرتها بشكل كبير. وساعتها ما كانش قدام الحكومة الايطالية غير انها تستعيد بالمافيا الصقلية، لانها حليف قوي ومنظم وغير اجنبي منهم، يعني في انها تقضي على الجماعات والمنظمات دي. وبعدين تكون الحكومة بقت قوية وتكون جمعت شتاتها فتبدأ تقضي على المافيا. ولكن ده ما بيحصلش. كان الديل بين المافيا والحكومة ان المافيا تخلصهم من كل الفوضى والمنظمات والعصابات وتحافظ على الامن بتاع ايطاليا، مقابل ان الحكومة توافق على انتشارهم وتعمل مش واخدة بالها من الانشطة الغير قانونية بتاعة المافيا. الحكومة كانت فاكرة ان ده مجرد حل مؤقت، ان المافيا تخلصنا من المنظمات الاجرامية جوه ايطاليا فما يتبقاش غير المافيا الصقلية فنتخلص منهم بعدين. بس كان في مشكلة صغيرة كده، وهي ان الكنيسة الكاثوليكية في ايطاليا هي كمان عندها أراضي وأملاك محتاجة للحماية، ومين قوي كفاية إنه يحمي أملاك الكنيسة غير المافيا؟ وبالطبع وافقوا مقابل إنهم يكسبوا البابوات اللي هم آباء الكنيسة، ويباركوهم ويستغلوا سلطة الكنيسة عشان يسهلوا شغلهم. ومقابل الشغل ده والانتشار سواء مع الحكومة أو الكنيسة، المافيا بتتوغل جوه إيطاليا وبتضم أعضاء جدد وبيضموهم على الأمريتا أو عهد الولاء اللي هو يا الطاعة يا الموت. وأصبحت المافيا هي الحاكم الحقيقي لإيطاليا. بس أنا حاسس إن في جزء من الحكاية ناقص، حاسس إن إحنا ما بدأناش من الأول خالص. نرجع بالزمن حبة أحكي لك إيه هي المافيا أصلاً وبدايتها، وبعدين نخش على ازاي ده اتنقل في السينما والادب. الحكايه كلها بدات في جزيره صقليه، جزيره عدى عليها الفينيقيين والعرب والرومان والفرنسيين وغيرهم كتير، جميع انواع الاحتلالات تقريبا عدى. وفي الفتره دي اتعلم سكان جزيره صقليه انهم يدافعوا عن نفسهم عن طريق تكوين جماعات اتعرفت باسم العشائر او العائلات، وطوروا نظام خاص ليهم للعدل والانتقام عن طريق القيام بعمليات خاصة بيهم في الخفاء. ومن هنا بقى بدأت تظهر كلمة مافيا، واللي بتختلف المصادر في أصلها. في رواية من ضمن الروايات بترجع لسنة 1861 لما جنرال جاري بالدي قام باحتلال جزيرة صقلية عشان يضمها لإيطاليا الموحدة. في عدد كبير من الناس هرب وسكنوا الكهوف وأطلق عليهم اسم مافي، أما جنرال أطلق عليهم اسم مافيوز أو مافيوزو، معناها الأشخاص المختبئين في الكهوف. ولكن في رواية تانية بتقول إن الكلمة ظهرت في القرن ال17 كواحدة من صفات المهرطقين والسحرة ومعناها الغطرسة. ومصادر تانية بتقول إن كلمة مافيا تحمل أصول عربية أساسا، وجت صقلية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية على يد المسلمين، وأصلها بيرجع لكلمة مهياص اللي هي معناها العنيف أو العدواني. وبعد ما استقلت إيطاليا وتم إلغاء النظام الإقطاعي، كان صحاب الأراضي والملاك الجدد بحاجة لحماية أملاكهم من العصابات وغيرهم زي ما قلنا قبل كده، يعني بجانب الحكومة والكنيسة، فاستعانوا بالمافيا اللي كانوا معروفين باسم كاب ساعتها يعني، وكانوا بيدوهم فلوس أو نفوذ مقابل الحماية ديت. ومع مرور الوقت انتشروا أكتر وبقوا أقوى، وحطوا قوانينهم الخاصة للحكم على الناس، وكانوا بيجمعوا الجزية منهم، وما كانش فيه أي حد يقدر يقول لهم بتعملوا إيه، لأن الكنيسة والسياسيين والحكومة والبوليس كل ده
في جيبهم، وكان زي تبادل مصالح، وبقى من الصعب التخلص منهم تماما. وكان اللي بيدور جوه عائلات المافيا بيفضل جواه. كانوا نظام سري وقوي بيتصف بالولاء للعيله والطاعه مهما كانت وتحت اي ظروف، وبيلزم اي حد تبع المافيا انه ينفذ الاوامر من الشخص الاعلى او صاحب العيله مقابل الحمايه من المافيا مهما كان الثمن. بعدين بقى المافيا بتنتشر بره ايطاليا وبتروح امريكا. وقتها امريكا كانت الحلم، The American Dream، زي ما بيقولوا بلد جديدة من غير شعب ولا نظام، وأرض خصبة إننا نروح ونأسس مجتمعنا على نضيف بقى خالص. ففي عدد كبير من المافيا الإيطالية أو العائلات هاجروا لأمريكا وبدأوا ينشطوا في المجتمع، وهم مشبعين بثقافة المافيا، وبدأوا يضموا عدد كبير من الأعضاء وينتشروا أكتر عن طريق عهد الأوميريتا زي ما قلنا، اللي هو عهد الولاء. I believe in America. America has made my fortune. And I raised my daughter in the American fashion. ومن صفات المافيا هي ان ممنوع تتكلم مع رجال الشرطه والا هتموت، وما تقولش غير الحقيقه لرئيسك وبس، والمواعيد لازم تحترمها، وابعد عن فلوس العائلات الايطاليه الاخرى، ولازم تنفذ الاوامر حتى لو كانت مراتك بتولد. نظام قوي وصارم ومغلق وسري، وصعب جدا الوصول لخباياه كلها. His family comes before everything else. Everything. Before your wife and your children and your mother and your father. It's a thing of honor. بس سنة 1969 بيألف ماريو بوزو رواية الأعظم، وهي الأب الروحي، وبيتحول بعدها من كاتب مغمور لكاتب بيحقق أعلى المبيعات. الرواية بتقلب مجتمع المافيا، واللي كانت هتخلي ماريو بوزو يتقتل قبل ما تتحول لفيلم هو الأعظم في تاريخ أفلام المافيا، واللي بنفس اسم الرواية، وهو The Godfather أو الأب الروحي. But now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. الرواية كانت بتتكلم بالتفصيل عن كل حاجة بتحصل جوه عائلة من عائلات المافيا، عائلة الدون فيتو كورليوني، المهاجر من ضمن المهاجرين الإيطاليين، وإزاي أسس عائلة في أمريكا، وإزاي أصبح من أكبر وأقوى عائلات المافيا. الرواية كانت بتتكلم عن العائلة، خصوصا العائلة الإيطالية، وإزاي العائلة هي رقم واحد في المافيا، وإن مصلحة العيلة فوق أي مصلحة تانية. من هنا مع الرواية والفيلم بدأ يتفتح عالم جديد ومادة وأرض خصبة لقصص كتير نقدر نقدم منها أعمال سواء أدبية أو سينمائية أكتر، وده بالفعل حصل. وقصص كتير حقيقية اتاخدت من الحياة الخاصة بالمافيا، اتاخدت ومع شوية خيال ودراما كده اتحولت لأعظم أعمال سينمائية، أفلام أقل ما يقال عنها إنها تحف سينمائية. تعالى ناخد بعض الأمثلة. نبدأ بفيلم جود فيلس لمارتن سكورسيزي، واللي مبني على قصة الكاتب نيكولاس بليجي، كتاب Live in a Mafia Family، وهو عبارة عن سيرة ذاتية لرجل عصابات اسمه هنري هيل في عائلة لاتشز، قعد معاهم 3 سنين لحد ما اتقبض عليه في عملية مخدرات. وفي الفيلم بنشوف مراحل تورط هيل في شبابه مع المافيا وترقيته وسقوطه. طبعا شرحنا الفيلم دوت عندنا في الشانل، من اعظم الحلقات اللي عملناها في تاريخ اليوتيوب، فخش شوفها يعني لو اذا كنت ما شفتهاش يعني. والفيلم الثاني معانا وهو فيلم دوني براسكو، المستوحى من مذكرات جوزيف دي بوستون، اسمها مذكرات حياتي السرية في المافيا. الفيلم بيتكلم عن بوستون، وهو عميل فيدرالي بيقرر ينضم لعصابات المافيا، وبيتعرف على دوني براسكو واللي بيعرفه على رجال العصابات، وبيتم بينهم علاقة صداقة، وبتكون سبب في تردد بيوستن في انه ينهي المهمة. ولحد دلوقتي بيوستن عايش في مكان مجهول محدش يعرفه، ويستخدم خبرته في مساعدة القانون ضد الجريمة المنظمة. والفيلم تفضل متفرج عليه كده لحد ما توصل للنهاية وتعرف ان القصة دي حقيقية، فالقصة تعلى في نظرك اكتر واكتر. حقيقي فيلم عظيم جدا. If you're a rat, if you're a rat, then I'm the biggest fucking mutt in the history of the mafia. نروح لثالث فيلم معانا ألا وهو فيلم الأيرلندي The Irishman، رائعة سكورسيزي من قصة I Heard You Paint Houses، وهو كتاب صدر سنة 2004، كتاب المدعي العام ومحامي الدفاع السابق تشارلز براندت بخصوص فرانك، قاتل محترف اعترف على نفسه انه كان من عائلة بافالينو، بس ما اعترفش انه قتل جيمي هوب. فاحنا بقى بندور في الفيلم حوالين القصة
وبدايته وصعوده ومقتل جيمي هوفا ومين قتل جيمي هوفا، والفيلم بيديك الإجابة بس انت ما تعرفش هل في الحقيقة حصل كده فعلا ولا لا. Tony told the old man to tell me to tell you. It's what it is. What it is. It's what it is. وبسبب افلام العصابات والمافيا الكتيره ديت، المافيا او مجتمع المافيا يعني قلق بشكل كبير جدا، خصوصا في اول فيلم اللي هو العراب، واللي خلوا فيه مندوب منهم جوه الفيلم بيشرف على التصوير عشان كلمه مافيا ما تتقالش جوه الفيلم. وظهر عدد كبير جدا من رجال المافيا الحقيقيين كممثل جوه الافلام دي. هذكر لك منهم اللي شاركوا الاول في فيلم العراب. عندك ليني مونتانا وهو اشهر رجال العصابات السابقين، وكان بيقوم بدور لوكا براتسي، وظهر في افتتاحيه الفيلم وكان بيتهته كده لانه مش ممثل اصلا، ولكن ده كان مندوب من مندوبين المافيا جوه الفيلم عشان يتابع الاحداث، ولكن كوبولا سكنه جوه الفيلم وده دور لايق عليه جدا ولايق على التهتهه بتاعته، ان هو ايه ما كانش عارف ينطق الكلام اصلا. Don Corleone, I am honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding. On the day of your daughter's wedding. وعندك جياني روسو واللي عمل دور كارلو ريتسي، وكان جوز كوني، واعترف سنة 2020 انه كان مساعد زعيم المافيا فرانك كوستيلو، وهو عنده 13 سنة تقريبا، وكان اسمه الحركي وقتها الطفل او ذا كيد. عندنا كمان إليكي روكو واللي لعب دور مو جرين، اتمنى اكون بنطق الاسامي صح. وده بقى يا سيدي اللي كان صاحب الكازينو اللي رفض يبيعه لمايكل وفي النهايه مات، يعني اللي هو لما مايكل راح له واتخانقوا ومايكل اتخانق مع اخوه قال له don't stand with anybody against the family والحاجات دي. Don't come to Las Vegas and talk to a man like Mo Green like that. Fredo, you're my older brother and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. عندنا كمان جيمس كان، وده كان ارتباطه بالمافيا غير صريح، ولكن في اخبار ضده انه كان مرتبط بعائله كولومبو. وفي الشخصيه الاشهر آل مارتينو واللي لعب دور المغني جوني فونتانا والمستوحاه من فرانك سيناترا. وكان مارتينو زي سيناترا وما كانش رجل عصابات خالص، ولكن كان متعمق جدا جوه عالم المافيا، واللي حصلوا على حقوق عقده بعد نجاح اغنيته كير اند ماي هارت، وغيرهم بقى كتير جدا. وده لو دل على شيء فبيدل على ان انا ما بعرفش انطق اساميهم، وان العالم ده عالم مليان حكاوي كتير بطريقه مرعبه يعني. وكمان بيدل على قد ايه الاعمال اللي بتتقدم عن المافيا لازم تكون حقيقيه قوي، لان دول بالنسبه لنفسهم مش مجرد ناس بتقوم بعمليات اجراميه وبس، دي ناس بتسعى للحق واصحاب مبادئ. ده بالنسبه لنفسهم، مش شايفين نفسهم كده يعني، مش بقولك ان انا شايفهم كده يعني، ناس هدفهم الاول والاخير هو العيله وازاي تحمي العيله، وان يتم تجسيدهم بالشكل ده في السينما ده بيزود من شعبيتهم اكتر واكتر، وان الناس تعرفهم بشكل اكبر انهم مش مجرد مجرمين، لا دول ناس اصحاب مبادئ، ناس بتخاف على اللي منها من الاخر. هتقول لي طب ازاي الناس دي بتتواصل مع بعض من غير ما تتقفش مثلا او يتقطع عليهم من الاخر يعني؟ هقول لك ان ليهم طرق كتير جدا في التواصل. على سبيل المثال يا سيدي، في ايطاليا في برنامج كوره كويلي تشي الكاليتشيو، ده كان بيستخدمه المافيا اللي بره السجن عشان يعرفوا العرابين اللي جوه او رؤساء العائلات اللي جوه السجن اخر الاخبار اللي بتحصل عن طريق شريط الاخبار اللي بيبقى في اخر الشاشه ده. في مثال تاني، الشرطه الايطاليه قبل كده قالت ان زعيم المافيا دينارو واللي هربان من سنه 1993 اتواصل مع مساعديه باستخدام بيتزيني، وهي قصاصات الورق بينقل بيها اوامر كانت مستخبيه تحت التراب في مزرعة في غرب صقلية. ومن ضمن بقى وسائل التواصل دي وهي بعض الكلمات أو المصطلحات اللي بتشكل مشهد لغوي مميز جدا. واوعى تفتكر ان السينما هي اللي اخترعت ده، لا بل عالم المافيا هو اللي غني بالمصطلحات دي، مصطلحات بيقولوها بينهم وبين بعض، هي مش مصطلحات سرية ولكنها مصطلحات بتعبر عن حاجة المفروض ان هم بيفهموها لوحدهم. خلينا نتعرف مع بعض على المصطلحات دي بين الحقيقة والسينما. طبعا المصطلحات دي هتكون بالانجليزي عشان بالعربي ترجمتها هتبقى مضحكة جدا الصراحة. ونبدأ بيه going to the Matricious. No more discussions, no more Salazzo tricks. You give him one message, I want Salazzo. If not, it's all out war. We go to the Some of the other mattress. Go to the mattresses. What? What does that mean? It's from The Godfather.
It means you have to go to war. وده مصطلح ظهر في عشرينات القرن الماضي لما كان في حرب عصابات بين عائلات المافيا الأمريكية على السلطة، فقامت بينهم حرب، والحرب بيترمز ليها بالمصطلح ده. وده طبعا شفناه سينمائيا في فيلم The Godfather لما قامت حرب بين العائلات الخمس في أمريكا. Sleeping with the Fishes. What the hell is this? It's a Sicilian message. It means Luca Brasi sleeps with the fishes. طبعا العبارة الأشهر واللي بدأنا بيها الحلقة بتاعتنا واللي بالفعل طلع ليها أصل في الحقيقة، وهي إنها تعبير مشؤوم بيرتبط بالتخلص من الجثث في المسطحات المائية، وبتؤكد كمان على حتمية الفعل العنيف. وطبعا لو هنيجي للسينما فالأمثلة مشهورة ومعروفة: Godfather ومقتل لوكا براتسي، وأيرش مان ومشهد نوع السمكة دي إيه؟ What kind of fish? What? What kind of fish? وفيلم جود فيلس ومقتل شخصية جو بيشي في الفيلم، في فريم من الفريمات قبل ما يتقتل بالظبط ظهر على الحيطة سمكة. ميد مان، الجملة دي كنا بنسمعها كتير قوي في أفلام المافيا، ولكن بتعدي على ودنا كده من غير ما ناخد بالنا. بتبقى مثلا ميد مان أو إن فلان being made. The thing that made Jimmy so happy that morning was that this was the day that Tommy was being made. Tommy was being made. دي في عالم المافيا بتعني إنك كشخص بتحصل على عضوية كاملة في عيلة، وبتبقى فرد مهم جدا في العصابة، وبتبقى محمي وعندك سلطة ونفوذ. And God forbid if you get sick or something happens and you can't earn, we'll take care of you, because that's part of it. If you've got a problem, you just gotta let somebody know. This man right here, he's like your father. You stay within the family. وشفناها تقريبا في كل أعمال المافيا اللي بنحبها. جملة wearing a wire، وده مصطلح بيستخدم في الحياة الحقيقية وفي السينما جوه عالم المافيا لما يكون شاكين في حد إن في شخص ملبسه أجهزة تنصت أو بيتعاون مع الشرطة ضده. والحوار ده في أفلام المافيا بيكون محرك رئيسي للأحداث، زي مثلا لما شفنا في فيلم دوني براسكو، كان دايما دوني براسكو لابس واير، كان wearing a wire، لابس جهاز تنصت يعني. ودايما كان في مسلسل سوبرانو كانوا دايما لما يلاقي شخص قدامه متوتر كده فيقعد يفتشه من كل حتة عشان يتأكد إن هو مش لابس أي أجهزة تسجيل. Kid, you wearing a wire? You fucking crazy? That's well. Let him down. He fucking touches me. Then make it easy on us all. Take him off. Everything. kiss the ring، تقبيل الخاتم، هي لافتة لإظهار الاحترام وبتكون من الرتب الأقل للرتب الأعلى، حرفيا تعرفها كده. وكمان فكرة الخاتم ذات نفسه بتبقى برضو علامة على ترقيتك، إنك تاخد خاتم نادر له علاقة بالعصابة أو بالعيلة اللي أنت فيها، فأنت كده شخص محمي وعندك قوة كبيرة. وطبعا شفنا ده في فيلم ذا ايرش مان لما جو بيشي لبس الخاتم لفرانك. You know how strong I made you? You know how strong? You're my kid. Nobody can fuck you. وطرق كتير جدا وجمل اكتر ملهاش حصر، وكل ما تتكشف طريقة يخترعوا غيرها، وكل ما طريقة هيتم اكتشافها السينما بشكل او باخر هترصدها. مافيا عالم كبير جدا ومليان حكاوي كتير، في منها الخيالي وفي منها الحقيقي، ولكن تأكد ان كل الاعمال اللي اتقدمت عنها بتحمل جزء من الحقيقة حتى ولو كان بسيط، فاحنا في جزء كبير لسه ما نعرفش عنه حاجه. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندي للفيديو دوت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وسلام.